بيبدأ مسلسلنا مع بنت اسمها يوهي، وبتكون ساعتها في اجتماع تبع شغلها، وبيبقى باين عليها انها صارمة قوي في الشغل، وبيكون عندها شركة دعاية واعلانات والموظفين بيلقبوها باسم الساحرة. وبنشوفها بعدها قاعدة في مطعم مستنية حد، وبيدخل عليها شاب وبيقول لها انا اسف علشان اتأخرت عليكي. فبتقول له ببرود كده انت اتأخرت 5 دقايق و40 ثانية وده مش وقت قليل. فالشاب بيتحرج وما بيبقاش عارف يقول لها ايه، وبيطلع انها بتدور على عريس لان سنها 27 ولحد دلوقتي ما ارتبطتش، وعلشان كده كل شوية بتنزل في موعد مدبر. وبيكون الشاب ده شغال في فرقه كوميديه مشهوره، وهي ما بتكونش عارفه الفرقه اللي هو شغال فيها. فبيقول لها بصدمه كده انت ازاي مش عارفه الفرقه دي؟ استني هقوم اعمل لك شويه حركات. وبيقوم يحاول يعمل لها حركات علشان تضحك لكنها ما بتديش اي رد فعل، وده لحد ما الشاب بيتعب وبيقول لها انا اسف علشان ما عرفتش اضحكك النهارده. فبتقول له تقدر تحاول تضحكني في موعد تاني بقى ان شاء الله. وبتطلع تليفونها علشان تشوف هي فاضيه امتى، وبتقول له ان هي فعلا فاضيه يوم الجمعه. فبيرد بتوتر كده انا ما عنديش وقت خالص في اليوم ده. قالت له طب ايه رايك السبت نتقابل؟ فبيبص لها بحرج كده وما بيتكلمش، وشويه وبنلاقيها روحت بيتها وبتبقى متضايقه، وبنعرف ان الشاب ده رفضها خلاص. فبتقوم تجيب ازازه ميه، بتتضايق اكتر لما بتلاقيش النوع اللي بتحبه، وعلشان كده بتتصل بالمساعده بتاعتها وبتقول لها اطردي مديره المنزل الجديده وحاولي انك تشوفي لي واحده تانية في اقرب وقت. والتاني يوم بتبقى السكرتيره بتحاول انها تلاقي حد، لكن كله بيرفض اول ما بيعرفوا ان هم هيشتغلوا في بيت الساحره يوهي. وبتيجي يوهي ساعتها وبتقول لها انت لازم تلاقي لي مدبره منزل في اسرع وقت. وبعدها بتدخل مكتبها وبيدخل وراها المساعد بتاعها كيم، وبيعرفها على موعدها بتاعه اليوم. وبتدخل السكرتيره وبتقول لها وكاله الزواج اتصلت ومجهزه لك موعد تاني، وكمان بيتصلوا عليها يبلغوها بالمكان اللي هتقابل فيه الشاب. فبتوافق، وبنشوف يوهي بعدها راحت تقابل الشاب، وبعدها بتقابل كذا شاب تاني، وكلهم بيهربوا من طريقتها الصارمه في الشغل. وده لحد ما في شاب بيقول لها نتقابل تاني وهي بتوافق على طول. وفي مكان تاني بقى بنشوف شاب شغال شيف اسمه مو، وبيكون ساعتها بيحضر طبق جديد، وبعدها بيدوقوا الرئيس اللي ما بيعجبوش الطبق. فصاحبنا بيدوق الطبق وبيقول له بس الطبق مظبوط ما فيهوش حاجه. فبيبص له الرئيس بسخريه وبيقول له هو انت هتفهم اكتر مني يا ابني؟ فصاحبنا بيرد عليه بعفويه كده وبيقول له بس انت علشان مكتر شرب النهارده فتلاقي بسبب كده التذوق عندك فيه مشكله. فالرئيس بتاعه بيقوم طرده على طول. ومن جانب اخر بقى صاحبتنا وهي طالعه مع الشاب بتلاحظ حاجه، بيكون في زبون بيتحرش بالجرسونه فبتنزل فيه ضرب، واول ما بتلف وشها بتلاقي الشاب اللي معاها مش موجود وبيكون سابها ومشى. وبنشوف صاحبنا مو قاعد مستني حبيبته شياو، واللي لما بتيجي بيقول لها ان هو اتطرد كالعاده. فبتدي له كارت وبتقول له انا جبت لك شغل في المطعم اللي انا بشتغل فيه، تعالى هناك وجرب حظك جايز ما تتطردش. وفعلا بيروح تاني يوم، لكن الشيف ما بيعجبوش طريقته لانه بيظهر ان هو فاهم اكتر من الكل وبيطردوه. ولما بيروح البيت بتزعل امه وبتقول له احنا صبرنا عليك كتير ولازم ترجع لكليه الطب اللي انت سايبها علشان الطبخ والكلام ده، ولو عاوز تلاقي وظيفه جانبيه تعالى اشتغل عندنا في المطعم في توصيل الطلبات. وطبعا صاحبنا بيرفض الكلام ده، ولكن بيلاقي ابوه بيقول له نفس الكلام اللي امه قالته. والتاني يوم بيروح الكليه علشان يمضي على طلب رجوع، ولكنه بيفكر تاني وبيقطع الورقه خالص، وبيقرر ان هو ينفذ اللي في باله وخلاص. وبيروح يقابل صديقه هان، واللي بيقول له ساعتها انت امك لو عرفت هتبهدل الدنيا. فبيرد مو بيقول له بس انا مرتاح كده، ولما هسافر هبقى اكمل تعليمي بره وخلاص. فصاحبه بيقول له انا عندي ليك وظيفه حلوه، انا مجبر انزل في موعد مدبر مع المديره بتاعتي وانا اساسا مش طايقها في الشغل، ايه رايك ان انت تنزل مكاني وهديلك اللي انت عاوزه؟ فصاحبنا بيرفض الكلام اللي هو بيقوله ده. فصاحبه بيقول له علشان خاطر ساعدني المره دي والا هترفد من الشركه خالص، لان المديره دي واحده قادره جدا، ولو انت ما وافقتش انا هبلغ امك بموضوع الكليه. فمو بيبقى مضطر ان هو يوافق على الكلام ده. وبنلاقي صاحبتنا وهي بتحضر نفسها للموعد ده، وبيكون كل لبسها باللون الاسود، وبتلبس كالمعتاد وبتروح المطعم تستنى الشاب اللي هيجي لها، واللي طبعا بيكون مو صاحبنا، واللي بيروح لها هناك على اساس ان هو عنده 28 سنه وكمان طالب في كليه الطب. واول ما بيوصل بتقول له انت اتاخرت 12 دقيقه، فبيعتذر منها وبيقعدوا ياكلوا وبيتكلموا، وهي بتحاول تغير من طريقتها لكنها بتبان انها مصطنعه. ولان مو كان زهقان ساعتها فبينام بالغلط وهي بتتكلم، فبترش عليه ميه وهي متضايقه، فبيقوم قايل لها بسخريه كده ما تتصرفيش بشجاعه كده مع اي حد، وقبل ما تنزلي بقى بص على نفسك في المرايه الاول. وكمان بيمشي وبيسيبها، وهي بتروح البيت وبتكون متعصبه جدا من الكلام اللي هو قاله لها، وبتفتكر طريقه ابوها معاها وهي صغيره، والطريقه بتاعت ابوها هي اللي خلتها صارمه بالشكل ده. وبتشغل صندوق الموسيقى بتاع امها وبتحاول تهدي اعصابها. وكمان بعدها بنشوف مو وهو بيشتغل عامل توصيل في مطعم اهله، وكمان بياخد الطلبات وبيروح علشان يوصلها، لكن في الطريق بيعمل حادثه وبيخبط في عربيه يوهي، وكمان بيبوظ لها جزء كبير من العربيه بسبب الموتوسيكل. وساعتها صاحبتنا بتنزل علشان تشوفه فبتلاقيه هو، وبتعرف ان هو ضحك عليها وجه مكان صديقه وانه عمره كمان 26 سنه. فبتقول له انا هديك 3 ايام علشان تديني فلوس تصليح العربيه. فبيحاول يخليها تديله مهله اكبر لكنها ما بتوافقش، وطبعا لان المبلغ كبير ما بيكونش عارف هيدبره منين. فبيروح لاهله علشان يستلف منهم، لكن امه بتكون عرفت بموضوع كليته. وفجاه
وبيدخل اخوه بيقول لهم انا اتجوزت ومراتي حامل وكمان محتاج فلوس، وطبعا امهم ساعتها كانت هتتشل منهم. فمو بيقول لها ساعتها انا على فكره بجهز نفسي علشان هسافر نيويورك علشان اكمل تعليمي هناك، فدي الحاجه الوحيده اللي بتفرحها وبتحاول ساعتها انها تهدي نفسها. وبعد 3 ايام بيروح لمكتب يوهي وبيقول لها انا معرفتش ادبر المبلغ، بس انا ممكن اعمل لك اي حاجه مقابل ان انت تديني شويه وقت وتقللي الفلوس. فبتدخل السكرتيره اللي بتكون بتتصنت عليهم وبتقول لها ايه رايك تخليه المساعد بتاعك، فبتفهم يوهي قصدها وهو بيوافق. فبتاخده معاها لبيتها وبتقول له بما اني ما لقيتش مدبره منزل فانت اللي هتبقى المسؤول عن التنظيف والطبخ وكل حاجه، وهو ساعتها بيوافق برضه وبيبدا ينظف البيت. وهي شويه وبترجع وبتلاقيه نام على الكنبه فبتصحيه علشان يمشي، وساعتها صاحبنا بيعتذر منها وبيمشي. وبتلاقي فعلا البيت نظيف وكمان محضر لها اكل كتير وبتقعد تاكل وبيعجبها جدا الاكل اللي هو عامله. وتاني يوم بيروح يقدم على وظيفه في مطعم لكنه بيترفض برضه، بس ما بيسالش وبيروح يقدم في كذا مكان لكنه برضه بيترفض في كل الاماكن. وتقريبا كده شكل الحظ محصل صحابه. وعند يوهي في المكتب بتدخل عليها صديقتها ليان، ودي كانت صديقتها من ايام المدرسه لكن ما بيكونوش بيقبلوا بعض اصلا، وبتبقى جايبه حبيبها اللي كان قاعد في موعد قبل كده مع يوهي. وساعتها صاحبتنا بتفهم ان هي جايه تشمت فيها، فعلشان كده بتقول لها ما انا كمان بقى عندي حبيب. فليان بتقول لها يبقى خلاص هاتي نشوفه في الحفله اللي بنتجمع فيها كلنا. وصاحبتنا بتوافق وبعد ما بيمشوا بتتصل على مو واللي بيكون اشتغل في مطعم لفتره مؤقته، فبيرد عليها وبيكذب وبيقول لها ان هو في المستشفى ولما يخلص هيكلمها. وشويه وبتتصل عليه شياو وبتقول له الشيف اللي انت بتحبه واخده قدوه بقى بيشتغل في المطعم عندنا فانا خدت لك منه ميعاد. فصاحبنا ساعتها بيفرح وبيشكرها جدا. والتاني يوم بيروح يقابل يوهي وبيديها جزء من الفلوس، فبترميها في وشه وبتقول له بتكبر انا مش هقبل الجزء البسيط ده، يا اما تديني الفلوس كلها يا اما هاخدك لمركز الشرطه. وساعتها هو بيتضايق وبيقول لها وديني مركز الشرطه لان ما عنديش حل تاني حاليا. فبتقول له بس انا عندي حل وهو انك تيجي معايا حفله هيحضرها كل اصحابي وتعمل نفسك حبيبي ويشوف عايز نخصم لك كام من الفلوس وهخصم لك. فبيقول لها انا لو وافقت هتخصمي لي نص الفلوس، وبما ان صاحبتنا معاها فلوس كتير فبتوافق على كده. والتاني يوم بيتقابلوا علشان يروحوا الحفله ولكنه بيوقفها وبيقول لها انا مش هروح معاكي بالمنظر ده، انت رايحه كده جنازه مش حفله. وبيقرر ياخدها علشان تجيب لبس مختلف، وكمان هي بتوافق لان ما عندهاش حل تاني وبيكون شكلها جميل جدا. وبيقوم كمان مكسر لها النضاره بتاعتها علشان ما تلبسهاش في الحفله، وكمان وهم ماشيين بيشيل التوكه من شعرها وبيخلي شكلها احلى ومختلفه لدرجه ان الكل استغرب من شكلها الجديد. وبتجيلها ليان اللي بتبقى مصدومه من شكلها، وكمان بتتعرف على مو اللي بيكذب عليها وبيعرفهم ان هو جراح تجميل. وصاحبتنا بتسيبه معاهم وبتروح تدور على شخص معين واللي بيكون صديقها اللي كانت بتحبه من طرف واحد، وكمان بيكون اسمه جو. هي بتكون عرفت ان هو رجع من امريكا مع خطيبته وفعلا بتشوفه لكنها بتتكسف وبتمشي، لكنه بياخد باله منها وبيقوم علشان يسلم عليها وبيعرفها على خطيبته كمان. وليان بتشوفهم وبتبقى عاوزه تسلم على جون لكن وهي ماشيه بتتكعبل وبتمسك في جيب يوهي وكمان بتشدها بالغلط، والكل بيقعد يتريق على منظر صاحبتنا. ومو اول ما بيشوف اللي حصل بيخلع جاكيت البدله وبيجري عليها وبيشيلها وبيمشوا، وهي بتكون متضايقه لان الموقف ده حصل قدام الشخص اللي هي بتحبه، وعلشان كده بتروح تشرب علشان تنسى اللي حصل. وبعدها صاحبنا بيوصلها لبيتها، والتاني يوم لما بتصحى بتتفق مع مو ان هو يساعدها تغير من نفسها وكمان من طريقه لبسها لانه واضح ان هو بيفهم في الحاجات دي. ده غير ان هو يبقى مسؤول عن تنظيف البيت ومقابل كده هتديله اوضه يقعد فيها وكمان هتقلل الفلوس اكتر وهياخد مرتب. فصاحبنا بيوافق وبيعملوا عقد بشروط كل واحد، وبيروح يودع عيلته وبيكذب عليهم وبيقول لهم ان هو خلاص مسافر نيويورك. فامه بتقعد تعيط وبتصر ان هم يروحوا يوصلوا له المطار وبيودعوه فعلا هناك. واول ما بيمشوا بيروح على بيت يوهي على طول وبيبدا يجهز لها الاكل، وبعد ما بتخلص بياخدها وبيرمي كل هدومها السوداء وبيجيب لها لبس جديد كله ملون، وبيغير لها كل النضارات بتاعتها وبيخليها تعمل عدسات طبيه، وكمان بيغير لها ستايل شعرها خالص. والتاني يوم بتروح الشركه وكل الموظفين ما بيكونوش عارفينها وبيتصدموا لما بيعرفوا انها المديره بتاعتهم. وبعد شويه بتفضل تتصل على مو وبتطلب منه طلبات كتير، وكمان بتخليه يروح ياخد اخوها من المدرسه يوصله البيت. وبيروح بعدها للميعاد بتاع الشيف المشهور اللي دبرته له شياو، وبيقف يستناها تيجي فبيلاقي شاب خارج من المطبخ، فبيقف يتكلم معاه بكل عفويه كالعاده، حتى ان هو بيحكي له على موضوع طرده من كذا مطعم. فبتيجي حبيبته وبتعرفه ان ده الشيف المشهور اللي بيكون اسمه جيان. فصاحبنا بيتصدم لكنه بيروح يقعد معاهم علشان خاطر شياو. وكمان صاحبنا بيديله الكتب بتاعته وبيقول له انا قراتها كلها ممكن تمضي لي عليها. فبيوافق جيان وبيمضي له فعلا، وبعدها بيقول له انا مش هينفع ادربك مع الباقي واظن انت عارف السبب. وكمان الشيف بيقوم يسيبه ويمشي، لكن مو ما بيقاس وتاني يوم بيحضر طبق مميز وبيروح للمطعم وبيخليه يدوقه، لكن باقي الشيفات اللي هناك بتخرجه وجيان بيدوق الطبق وبيعجبه جدا. وبعدها كمان بيروح جيان لمكتب يوهي وبيطلع ان هو صديقها وبيبقى متفاجئ هو كمان بالتغيير بتاعها، وبيكون جاي لها علشان هيشتغلوا مع بعض. وهي ما بتلاقيش الختم بتاعها فبتتصل على مو علشان يجيبه، وفعلا بيجيبه لها وهو طالع بيقابل جيان
جيان وبيعرف ان هو صديق يوهي. وبعد ما بيخلصوا شغلهم بيتحايل عليها انها تتوسط له عند جيان لكنها ما بتوافقش، وبتقول له ايه السبب اللي يخليني اعمل كده علشانك يعني؟ فبيقول لها لان ده امر مهم جدا في حياتي. فبترد عليه بغرور كده بس انت حياتك بين ايديا ويا ريت تروح تشوف شغلك. والتاني يوم بتطلب منه يروح يجيب اخوها من المدرسه، ولما بيروح له بيقول لاخوها ان هو عاوز يروح الملاهي. وصاحبنا بيكون متضايق لان النهارده بيكون عيد ميلاد شياو وكان عاوز يحتفل معاها لكنه بيتصل بيها وبيعتذر منها. واول ما بيوصل الملاهي بيلاقي اخوه ومراته هناك، وساعتها اخوه بيعرف ان هو ضحك عليهم وما سافرش. فمو بيقول له ارجوك ما تقولش لامك علشان هي هتعمل مشكله. فاخوه بيقول له اكيد يا ابني انت فاكرني غبي ولا ايه؟ وبالليل شياو بتروح عند عائله مو، وده لان امه كانت عاوزه تحتفل بعيد ميلادها. وبتعرف شياو منهم ان مو سافر وهي بتستغرب لانها لسه مكلماه، وبتسكت لحد ما تعرف القصه كلها منه. وتاني يوم بيروح لها مو بيعتذر لها علشان عيد ميلادها. فبتقول له هو ده بس اللي انت جاي تقوله ولا ايه؟ فقال لها ايوه هو في حاجه تانية المفروض اقولها؟ فبتقول له على فكره انا رحت بيتك واحتفلوا بعيد ميلادي هناك وعرفت حوار سفرك. قام ردد عليها بتوتر كده وقال لها ما انا نسيت اقول لك، بس انا اسف علشان ما حكيتش ليكي لان الموضوع معقد شويه. وبيحكي لها كل حاجه حصلت وحد بيستدعيها في الشغل. فبيقول لها روحي كملي شغلك وهنبقى نتكلم تاني. وام صاحبنا عرفت ان هو شغال خدام في بيت يوهي، وبتبقى متعصبه وبتاخده وبتمشي. وبتروح لهم يوهي المطعم وبتقعد تتكلم مع مو، وبيقول لها كام يوم وهجيلك بس اكون اقنعت امي توافق. فبتدخل امه ساعتها مع باقي العيله وبتقول لها انا موافقه ان ابني يرجع يشتغل عندك بس بمقابل انك ما تدخليهوش السجن. وبيكون المساعد كيم هو اللي خوفهم علشان يوافقوا يخلوا مو يرجع من تاني. والتاني يوم بتروح يوهي تقابل جيان وبتطلب منه يخلي مو يتدرب عنده ويشتغل في المطعم معاهم. فجيان بيوافق وبيقول لها الاول هعمل له اختبار علشان اتاكد من مهارته في الطبخ الفرنسي. والتاني يوم بيروح لمو وبيبدا الاختبار وبيطبخ ساعتها اكله وبتعجب جيان فبيقبلوا معاهم. وصاحبنا بيطلع وبيشكر يوهي لانها ساعدته وبيقول لها انا كده مش هعرف اهتم بيكي كويس. فبتقول له عادي يعني شغلك في المطعم اشتغلوا ساعات اضافيه. ومن جانب اخر وهم مع بعض في البيت بيسالها ايه مواصفات فتى احلامك؟ فبتقول له انا عاوزه شاب طويل وسيم وعنده دقن واحنا في كوريا اصلا. فصاحبنا بيفتكر انها تقصد جيان لان تنطبق عليه كل المواصفات اللي هي عاوزاها، وعلشان كده بيقرر ان هو يقربهم من بعض. والتاني يوم بيقرر يعزم جيان عندهم في البيت وبيجي ومعاه شاو اللي بتكون حاسه باهمال مو، فعلشان كده بتروح العزومه دي علشان تقابله. واول ما بيشوفها صاحبنا بيقول لها انا مش بهملك ولا حاجه بس انشغلت في الشغل بتاعي وانت عارفه ان انا عاوز اخلص الدين اللي عليا. وبتكون يوهي اصلا راحت عند جون علشان تقابله لكنه بيكون عنده عميله لان هو شغال طبيب. فبتروح للبيت وبتلاقي الشاو هناك فبتزعق وبتتكلم مع مو بتقول له هو انا سايبه لك البيت علشان تجيب فيه حبيبتك. فبيخرج جيان من الحمام وبيقول لها انا اسف بس الشاو جت معايا انا. فيوهي بتتحرج وبتسكت وبيقعدوا يتكلموا هما الاربعه وبعدها بيقرروا يخرجوا مع بعض كلهم. والتاني يوم صاحبنا بيروح شغله في المطعم وبيكون بيراقب جيان في كل حاجه بيعملها علشان يتعلم منه. وكمان عند يوهي بعد ما بتخلص اجتماعها بتروح على مكتبها وبتلاقي جون هناك فبتتوتر وبتساله ايه اللي جابك الشركه؟ فبيقول لها عشان امبارح كنت مستنياني وانا كنت في العمليه وبسبب كده انا جاي اعوضك ونتعشى بره النهارده. وطبعا صاحبتنا بتوافق لانها عرفت ان هو فسخ خطوبته. وهم نازلين بتقابل جيان وبتقول له وانت كنت جاي تقابلني ولا ايه؟ وجيان بيتوتر كده لما بيشوف معاها جون وبيقول لها لا انا كنت جاي اقابل حد تاني. فبتودعه وبتمشي وبنعرف ان جيان كان جاي لها علشان ياخدها ويتعشوا سوا. وفي البيت مو بيكون روح من الشغل وكمان قاعد بيكوي روب النوم بتاع يوهي، وبسبب ان هو بيكتب مقادير اكله من برنامج الطبخ بينسى المكوى وبتحرق الروب. ولما بتيجي صاحبتنا بتشوفه متوتر وبتعرف هو عامل ايه فبيقرب منها وبيقول لها اضربيني والنبي لو عاوزه، ولكنها بتكون فرحانه فبتقول له خلاص سيبه وحضر لي الحمام. وهو بيستغرب تغيرها وبيفتكر ان جيان هو السبب. وتاني يوم بتروح هي وجون يتعشوا في المطعم اللي شغال فيه مو، وجيان ومو بيشوفوهم وبيتضايقوا هما الاتنين. وده لما بيعرفوا ان ده سبب تغيرها الحقيقي. وبيروح ياخدها علشان يتكلموا وبيقول لها ازاي بتخرجي مع شاب خاطب؟ فبتقول له انت فاهم غلط ولسه هتشرح له. بيقطعهم جون وبيقول لها هو في حاجه؟ فبيرد مو بيقول له واحده بتتكلم مع حبيبها وانت كمان المفروض خاطب ايه دخلك؟ فجون بيتضايق وبيمشي فبتروح وراه يوهي وبتقول له ده مش حبيبي احنا كنا بنمثل مش اكتر. فبيقول لها ببرود كده ده حاجه تخصك انت مش انا وبيمشي وبيسيبها. وهي بتروح وبتقعد تتخانق مع مو بتقول له فين الروب بتاعي؟ فبيقول لها انا رميته لان هو اتحرق خلاص. فبتفتكر ان هو روب امها وعشان كده بتمسكه من هدومه وبتقول له تنزل تجيب الروب حالا. وبينزل فعلا وبيقعد يدور عليه لحد ما بيلاقيه. وبسبب كده بيروح الشغل متاخر وبيقول له جيان عاوزك تيجي معايا سوق السمك. فبياخده مو فعلا هناك وبيشتري جيان السمك اللي هو عاوزه. وبعد ما بيخلصوا بيوديه في كافيه وبيسيبه وبيخلي يو هي كمان تروح لهناك. ولما بتلاقي جيان بتفهم خطه مو اللي هو عاوز يعملها. واول ما جيان بيشوفها بيقول لها طالما كده كده اتقابلنا ايه رايك نقضي اليوم مع بعض؟ فبتوافق يو وبياخدها عند عربيه الاكل اللي كانوا فيها اول مره اتعرفوا على بعض. وبعدها بيروحوا يتمشوا في المدينه وبيبقى جيان مبسوط جدا وهو معاها. وبعد ما بيقضوا اليوم سوا بيوصلها وبيمشي. وهي بيجي لها اتصال من جون وبيكون عاوز يقابلها. فبتقرر تروح له المستشفى وبتكون فرحانه جدا. وده لدرجه انها ما سمعتش
مو وهو بينادي عليها، فبيقرر يروح وراها ويشوفها هي رايحه فين. ولما بتروح المستشفى بتشوف خطيبه جون معاه، فبتتصدم ساعتها وبتقرر انها تمشي وبتجري في الشارع، وبيبقى مو ماشي وراها. وحتى لما بتتصل عليه شاو ما بيردش عليها وهي بتتضايق. ويوهي صاحبتنا ما بتاخدش بالها من اشاره المرور وبتعدي العربيات، وبتبقى في عربيه هتخبطها، فبينقذها صاحبنا بسرعه وبياخدها وبيروح يسهروا مع شاو حبيبته اللي فضلت تتصل بيه كذا مره لحد ما رد عليها وعرف مكانها. وبعدها بيقابلوا جان وبيسهروا مع بعض هما الاربعه وبيفضلوا يرقصوا ويغنوا. والتاني يوم في المطعم بيعمل مو اكله حلوه جدا بتعجب الزبونه، وعلشان كده بتطلب تشوفه وبتشكره. ولما بيروح لها بتطلع ليانو اللي بتقول له مش انت الطبيب مو حبيب يوهي؟ قال لها ما الطب ده حاجه صغيره كده جنب شغلانه الطبخ يعني، ما انا بحب اطبخ. طبعا شياو بتبقى واقفه وراه وسمعت الكلام ده وبتمشي بسرعه وبتسيبه، فبيروح وراها وبيقول لها الموضوع كله كان تمثيل علشان اسد لها الدين. وبيقطع كلامهم ليان اللي بتبقى عاوزه تعرف ايه اللي بيحصل، فبيمشي بسرعه قبل ما تساله. فبتروح لشركه يوهي وبتسالها هو انت ضحكت عليا في شغل حبيبك ليه؟ فيوهي صاحبتنا بتتوتر وبتقول لها هو اصلا مش حبيبي. فقامت قايله لها حتى دي ضحكت عليا فيها؟ خلاص مش مهم، انا هساعدك تلاقي حبيب بجد، ايه رايك في جون؟ فيوهي بتبص لها بتوتر كده وما بتردش. فبتقول لها واضح جدا ان هو بعد ما شافك فسخ خطوبته، بصي روحي اساليه كده لو ينفع ترتبطوا ومش هتخسري حاجه. فبتقرر يوهي تعمل كده وبتعزمه على حاجه يشربها، ولما بتحاول تتكلم بتتكسف وما بتعرفش. وبيكون كيم مراقبها وبعدها بيبلغ ابوها باللي شافه. وبتروح شياو ليها البيت وبتقول لها اتفضلي دي الفلوس اللي مديون بيها مو. فبيجي مو لما بيعرف بيتضايق وبينزل وبيسيبهم. وشياو صاحبتنا بتنزل وراه وبتقول له انا عملت كده علشان بحبك وحسيت ان كل وقتك بقى ليها هي، انا اسفه علشان حطيتك في موقف زي ده. فصاحبنا بيحضنها لما بيلاقيها بتعيط وبيحاول ان هو يهديها. وبيرجع تاني للشقه وبيقول لها انسي كل اللي قالته شياو، وهي بتوافق لانها لسه محتاجاه معاها اصلا. وتاني يوم صاحبتنا بتروح تقابل جون وبتبقى عاوزه تعترف له، لكنه بيقول لها انا هستقيل من المستشفى اللي انا شغال فيها واحتمال اسافر تاني. فبتفتكر ان هو ايام الجامعه قال لها نفس الكلام وسابها وسافر رغم ان هم كانوا متعلقين ببعض جدا. فبتقول له انت بتعيد نفس السيناريو تاني، ما تمشيش وتسيبني، ولا اقول لك على حاجه حلوه ايه رايك نرتبط؟ فبيرد عليها وبيقول لها انا اسف بس مش هينفع نرتبط. وبيمشي وبيسيبها وهي بتكون قاعده مصدومه من رده. وبنشوف جون بعدها واقف بيفكر في اللي حصل، وبيتصل عليه ابو يوهي وبنعرف ان هو اللي خلاه يرفض بنته، وان حتى زمان هو اللي خلاه يسيبها ويسفره يدرس بره. والتاني يوم بيجي لها ابوها في البيت علشان يتكلم معاها بخصوص ارتباطها. وبيدخل مو ساعتها فبتقول لابوها ده الخادم بتاعي ما تقلقش منه، وفي نفس الوقت برضه احنا مرتبطين تقريبا. وطبعا مو بيكون مستغرب من اللي هو سمعه، وابوها كمان بيكون هيتشل من اللي هو سمعه. وبيقوم يمشي وهو متعصب جدا. فبيقول لها مو ايه اللي انت قلتيه ده؟ فكمل جميلك ومثل ان انت حبيبي، وبالمره اتدرب ازاي اتعامل مع حبيبي في المستقبل. فصاحبنا بيقول لها انا مرتبط، ممكن تخلي جيان هو حبيبك. فبترد عليه وبتقول له انا مش هينفع استغل جيان وابوظ علاقه الصداقه اللي بينا، وبالنسبه لحبيبتك ممكن تعرفها الموضوع علشان ما يحصلش مشكله بعد كده. فمو صاحبنا بيوافق على الكلام ده. والتاني يوم بيخلي جيان يروح لها علشان يقربوا من بعض اكتر، وفعلا بيخرجوا وبيقضوا وقت حلو مع بعض. وبالليل بيوصلها وبيبقى عاوز يعترف لها بحبه لكنه بيتوتر. فبتقول له لو عاوز تقول حاجه قولها دلوقتي. فبيقول لها اتمنى في المستقبل نبقى اصدقاء مقربين. قامت رد عليه بسرعه وقالت له اكيد طبعا هنبقى اصدقاء يعني، امال هنبقى ايه؟ فجيان بيفهم ساعتها ان مفيش امل انها تحبه فبيمشي ويسيبها. ولما بتطلع بيقول لها مو عملت ايه في الموعد بتاعك وهتتقابلوا تاني امتى؟ فبتقول له الموعد كان كويس الى حد ما، بس جيان قال لي ان احنا هنبقى اصدقاء فعلشان كده مش هنتقابل تاني في اي موعد مدبر، ويا ريت تشيله من دماغك خالص. فبيستغرب مو لانه هو عارف مشاعر جيان. والتاني يوم بيقرروا يخرجوا مع بعض لانهم عارفين ان الرئيس بيراقبهم. ويوهي بتنام في الطريق وبتتصل شياو على صاحبنا وبتقول له ايه رايك نخرج مع بعض النهارده ونروح سينما؟ فبيقول لها بتوتر مش هعرف كده لان عندي ميعاد تاني النهارده. قالت له ولا يهمك يا عم، وقامت قافله. وبتكون زعلانه لانها حجزت التذاكر اصلا، بس بيجي جيان من وراها وبيعرف اللي حصل فبيقرر يروح هو معاها. وبيبقى برضه مو هو ويوهي بيروح السينما، وبيجي جيان هو كمان مع شياو. وبعد الفيلم بتشوفهم شياو وبيكونوا ساعتها قريبين جدا من بعض، وكان وقتها هيغمى عليها لكن بيجي جيان وبيلحقها. والتاني يوم بيروح له ابو يوهي في المطعم وبيطلب يشوفه، وبيقول له انا عاوزك تسيب بنتي وما تقربش منها لان انا مش هقبل من خادم زيك يرتبط بيها. وطبعا شياو بتسمع اللي حصل وبتوقع الكوبايات اللي في ايدها من الصدمه، وبتحاول تلم الازاز لكنها بتنجرح. فبيقوم هو وراها وبيقول لها اللي انت سمعتيه ده مش صح والموضوع فيه سوء تفاهم ممكن اشرحه لك. فبتقول له هي بتعيط كده لو عاوزني ما فهمش غلط تسيب بيت يوهي وتنهي شغلك معاها. فبيقرر يتكلم مع يوهي ويخليها تيجي في مطعم صديقه، وقبل ما يتكلم معاها بيروح الحمام. وبالصدفه بتيجي شياو وبتشوفها قاعده وبتعرف ان مو هو كمان موجود، فبتمسك كوبايه الميه وبترميها في وشها. وصاحبنا بيجي وبيشوف اللي حصل ولسه هيتكلم مع يوهي بتمشي وبتسيبه. فبيحاول يروح وراها لكن شياو بتمسك ايده وبتقول له ارجوك ما تدمرش علاقتنا. وبتبقى يوهي قاعده في العربيه وبتلاقيها هيجي لها لكن شياو بتحضنه من ورا، وده علشان تمنعه يروح لها. فصاحبتنا بتسوق عربيتها وبتمشي. فمو بيقول لها انت بوظتي كل حاجه، انا كنت لسه هقول لها على اللي انت عايزاه. فشياو بتعتذر منه وبتقول
فبتقول له انا ما كنتش اعرف، وعلشان كده تاني يوم بيقرر يصالحها وبيروح لها الشركه، وكمان بيكون مجهز لها الفطار وبيروح يتكلم معاها وبيعتذر منها بالنيابه عن حبيبته. وبعد الشغل بياخدها وبيعمل لها مفاجاه وهي بتكون مبسوطه، فبيقول لها ده جزء من التدريب بتاعك، وده علشان لما حبيبك يفاجئك تعرفي تتصرفي. وكمان بيديها هديه ولما بتفتحها بتلاقيها بيجامه جديده، فبيقول لها يا ريت تقبليها بدل البيجامه القديمه اللي انت بتلبسيها. فبتديها له وبتقول له وهي بتعيط بس البيجامه القديمه كانت بتاعت والدتي اللي توفت، والدتي كانت مريضه وتوفت في امريكا وما لحقتش اشوفها لانها كانت منفصله عن ابويا وسافرت لهناك على طول. فمو بيمسح لها دموعها وبيحاول يضحكها علشان تنسى. فصاحبتنا ساعتها بتضحك وبتشكره على الهديه اللي هو جابها لها. ولما بيروحوا بيطبخوا مع بعض وبيحاول ان هو يعلمها الطبخ، وبتتعلم منه ازاي تعمل سباجيتي وبتقعدوا علشان يدوق، فبيقول لها جميله جدا، وده حتى لو هي مش جميله جدا فهو لازم يقول انها جميله جدا. فبتاكل هي كمان وبتقول له بقرف جميله ازاي دي طعمها وحش. فبيضحك كده وبيقول لها كفايه انك حاولتي تعمليها، ده في حد ذاته شيء حلو. وبعد كام يوم بيطلب جون ان هو يقابلها وهي بتوافق. فبيقول لها انا اسف عن اليوم اللي رفضت فيه ان انا نرتبط، بس ما كنتش عارف اخد قرار بسبب اني كنت لسه منفصل عن خطيبتي، وانا دلوقتي اللي بسالك ممكن نرتبط ولا لا. وصاحبتنا ما بتصدق وبتوافق على طول. وتاني يوم بيخرجوا مع بعض في موعد وبيروحوا السينما كمان مع بعض. وبعدها بيروحوا لبيتها وبيكون مرجع من الشغل بدري، فبتطلب منه يسيبهم لوحدهم شويه. فبينزل وهو متضايق لان هو ما بيحبش جون اصلا ودايما بيحس انه وراه حاجه. وبينزل يقعد في الشارع في البرد وهو مش عارف هو بيعمل ايه. وتاني يوم بتصحى ما بتلاقيش الفطار، فبتدخل اوضته علشان تطمن عليه، فبتلاقيه لسه نايم، فبتروح شغلها وما بترضاش تصحيه. وهو كمان بيقوم وبيروح الشغل بتاعه، ولانه تعبان بيروح بدري وبتروح معاه شيا وبتقعد تهتم بيه. وبيقرر جون ياخدها ويقضوا وقت مع بعض في مكان تاني علشان يقربوا من بعض اكتر. وهم طالعين يتعشوا بيلاقي الكل جه عندهم، وبتكون دي فكره مو. فبتقول لهم يوهي انتوا بتعملوا ايه هنا؟ فمو بيستعبط وبيقول لها المطعم النهارده اجازه، فعلشان كده قررنا نغير جو وما كناش نعرف انكم كمان هنا. وبيقضوا الليله مع بعض، لكن مو وجون ما بيكونوش طايقين بعض، وده كمان بيبقى واضح لكل اللي موجودين. وبالليل بيقعدوا يلعبوا لعبه الاسئله واللي ما بيجاوبش بيتعاقب. فبيقرر مو ان هو يسال جون وبيقول له هو انت فعلا بتحب يوهي ولا لا؟ فبيقول له انا مش عاوز اجاوب بس ممكن اقبل العقاب احسن. فمو بيقول له بسخريه كده الاجابه واضحه ومعنى كده انك مش بتحبها. فبيرد جون وهو متضايق وبيقول له دي حاجه تخصني انا، ويا ريت ما تدخلش نفسك في موضوعي مع يوهي، وده لانك مجرد خادم عندها وبيسيبه وبيمشي. وبالليل ويوهي نايمه بيدخل عليها الاوضه وبيفتكر ان هو لما طلب منها يرتبطوا كان بسبب ابوها، وده لانه عاوزها تبعد عن مو. وبيقرب منها لكن هي بتصحى وبتصرخ، فبيجري مو على اوضتها وبيفتكر حاجه تانية. وبيفضل هو وجون يضربوا في بعض لحد ما بيجي جيان وبيمسكه. وبتقوم صاحبتنا وبتضربه وبتقول له انت فاهم غلط، انا اللي صرخت لما اتخضيت لكن هو ما عملش حاجه ليا. وبتروح تطمن على جون وبيتضايق مو لان هو اتسرع، وبتبص له شياو بحزن كده لان هو واضح ان هو قلقان عليها. والتاني يوم وهم في العربيه بيحاول جون يخليها تمشي مو من بيتها، فبتروح فعلا البيت وبتلاقيها هناك. فبيقول لها انا اسف علشان اللي عملته، بس انا دايما بكون قلقان عليك ومش مرتاح للشخص ده. فبتقول له انسى الموضوع ده، انت لازم تمشي من البيت. وبتديله مرتبه وبتسيبه وبتمشي. فبيقرر يروح المطعم وبيطلب من جيان ان هو يبات في اوضه تغيير الهدوم، وده لحد ما يلاقي مكان تاني يروح ينام فيه. فجيان بيوافق على طلبه. وبنشوف صاحبتنا وهي واخده جون ورايحه عند ابوها علشان تخليه يتعرف عليه، وكمان بتعرفه ان هم ارتبطوا ببعض. فبيبص لجون بسخريه كده وبيقول لها على الاقل ده احسن من التاني. ولما بتروح البيت بتلاقيه سايب لها الجواب وفي رساله كمان، وبيبقى كاتب لها لو احتجت اي حاجه كلميني على طول، وانا مش محتاج الفلوس لان انا كنت بساعدك علشان ارد لك الدين بتاعي، وكمان انا بعتذر منك للمره التانيه. وبعدها بتروح الشغل وبتنسى ورق مهم قوي، فبتضطر انها تتصل على مو بتقول له هتلاقي ملف في درج مكتبي هاتهولي دلوقتي على العنوان اللي هبعتهولك. وصاحبنا تقريبا عبيط فبيوافق على طول وبيروح يودي لها الملف، وبتقول له استناني في اوضه اللبس على ما اخلص. وبعد ما بتخلص بتروح له وبيقعدوا يهزروا مع بعض وبينسوا نفسهم لحد ما العمال بيقفلوا الاستوديو والكهرباء بتقطع عليهم. وبيعرفوا ساعتها ان هم اتحبسوا، فبتقعد تدور على تليفونها لكن ما بتلاقيهوش. فبتاخد تليفون مو وبتتصل على جون وبتقول له انا محبوسه في الاستوديو بتاع الشغل. فبيسمع صوت جنبها فبيسالها لو حد معاها، فبتقول له ايوه مو معايا وهبعت لك العنوان دلوقتي تيجي، لكن ما بتلحقش تكمل كلامها لان التليفون بيفصل. وبيضطروا هما الاتنين يستنوا لغايه ما حد يجي لهم. وبيقعد مو ساعتها يعمل لها خدعه سحريه وبيقعدوا يهزروا مع بعض، وده لحد ما بيناموا. وتاني يوم بيصحوا يلاقوا ان في عامل فتح الباب، فبيمشوا بسرعه لان عندهم حفله تبع شركه ابوها، والمفروض مو هيبقى من الشيفات اللي هتطبخ هناك. وصاحبنا بيروح علشان يساعدهم من غير ما يعرف التنبيهات اللي قال لهم جيان عليها، وده لحد ما بيعرفوا ان في واحد من الضيوف كان هيموت لانه عنده حساسيه من اللوز. فبيستغرب جيان وبيسالهم مين اللي عمل الطبق ده، فبيرد صاحبنا بيقول له ان هو اللي عمله، وطبعا هو ما بيكونش عارف لان هو ما حدش قال له، حتى الورقه اللي مكتوب عليها الطلبات اتلزق عليها ورقه تانية فعشان كده ما خدش باله. فبيروح جيان عند والد يوهي وبيعتذر له، فابوها بيقول له ده استهتار، انا هقفل لك مطعمك وهخليك تبدا تاني من الصفر. فصاحبنا بيخاف
على جيان وبيقول لهم انا السبب في الغلط ده مش الشيف الرئيسي. فابو يوهي بيتعصب وبيضربه بالقلم قدامهم وبيطلب من جيان ان هو يطرده، وبتبقى يوهي هتمشي مع جون فبتوقفها شياو وبتقول لها انت ازاي سكتي على اللي ابوكي عمله، وده رغم ان كل اللي حصل بسببك اصلا. فيوهي بتستغرب وبتقول لها بسبب ليه؟ فشياو بتقول لها لانك لو ما كنتيش اتصلت بيه علشان يجيلك واتحبسته في الاستوديو ما كانش جه متاخر، وكمان كان سمع التنبيهات بتاعه الشيف جيان. فمو بيقرب منهم وبيقول لهم لا الغلط بسببي انا، وانا بعتذر بالنيابه عن شياو حبيبتي تاني. فبتتضايق شياو لان هو اعتذر منها رغم ان هو ما غلطش في حاجه وبتسيبهم وبتمشي. وصاحبنا بيروح يقدم استقالته فبيقول له جيان انا لو بايدي ما كنتش مشيتك، لكن الغلطه اللي عملتها كبيره وممكن بسببها ما تعرفش تطبخ في اي مطعم تاني. فصاحبنا بيرد بحزن كده وبيقول له اهم حاجه ان المطعم بتاعك ما يتاذيش بسببي. وبالليل بتروح يوهي عند جيان وبتطلب منه ان هو يرجع مو تاني لان للاسف كل اللي حصل بسببها. فبيقول لها مش هينفع لان غلطته كانت كبيره والراجل فعلا كان هيتاذي. فبتبقى حزينه جدا وبتقول له على الاقل حاول تخليه يشارك في مسابقه الطبخ اللي كان بيتدرب علشانها. فبيقول لها ما تقلقيش انا هحاول اعمل كده من غير ما انت تقولي. وبيكون في نفس الوقت جون عمال يتصل عليها لكنها ما بتردش، وبيفتكر ساعتها كلام ابوها في الحفله وهو بيقول له انا عرفت ان بنتي لسه بتقابل مو، فشوف طريقه كده تحاول تسرع جوازكم لان مش هكتب لك المستشفى باسمك زي ما اتفقنا. وعلشان كده جون بيقرر يلبس ويروح يدور عليها. وفي المطعم بتاع اهل مو بيبقى الكل قاعد وبيقول لهم انا اسف علشان تعبتكم معايا الفتره اللي فاتت. فامه بتقول له انا شايفه انك تركز في حاجات تانية زي مثلا كليه الطب اللي انت سايبها. فشياو بتقول لهم ايه رايكم لو هو يسافر يدرس في بلد تانية وانا كمان هكون معاه. فاخو مو بيقول لها يعني انتوا كده هتتجوزوا وتسافروا صح؟ فبتقول له ايوه، والكل بيفرح بالقرار ده. وصاحبنا بيهد فرحتهم كلهم وبيقول لهم انا مش موافق لسه على اي حاجه. فلما بيقول كده شياو بتتضايق لان هو رفض الجواز منها وبتمشي وبتسيبهم كمان. فبيروح وراها وبيقول لها انا مش بفكر في الجواز لانه مسؤوليه وانا مش قدها دلوقتي. فبتقول له انا هساعدك في كل حاجه بس انت اللي مش عاوز تتجوزني، وده رغم اننا كنا بنحب بعض جدا واكيد الساحره هي السبب في اللي حصل لنا ده. فبيقول لها بعصبيه هي ملهاش دعوه باي حاجه. فبترد وبتقول له يبقى انا وانت نتجوز طالما هي ملهاش دخل. والتاني يوم بيعمل جون مفاجاه علشان يوهي وبيبقى مجهز لها عشاء وورد كمان وبيقدم لها خاتم غالي جدا. فبتقول له بص بصراحه انا مش جاهزه ان انا اقبل الخاتم ده. فبيقول لها خديه ولو اتاكدت من احساسك ابقي رجعيه تاني. وبيبقى في نفس الوقت ده مو قاعد مع شياو وبيقول لها انا مش هستخدم وضعي كعذر بس انا بعرفك الحقيقه اني مش هتجوز دلوقتي. فبتقول له انا مستعد استناك وعارفه ان الفتره دي انت مضغوط فهتلاقيني دايما جنبك. ومن جانب اخر بتروح يوهي بيتها وبتفتكر لحظاتها مع مو قد ايه هي كانت مبسوطه وهي معاه اكتر من جون. وبتقرر ساعتها انها تتصل عليه علشان تبلغه عن اللي عمله جون. وهو ساعتها بيكون قايم يجيب حاجه يشربها هو وشياو وبيسيب تليفونه ولما بترن بترد عليها شياو وبتقول لها مو مش موجود دلوقتي لو عاوزه حاجه بلغيني هقولها له. فيوهي بتقول لها الموضوع ما يخصكيش لما يجي هكلمه. فشياو بترد عليها ببرود كده وبتقول لها ازاي ما يخصنيش انا وهو هنتجوز خلاص ويا ريت بقى تبعدي عنه خالص ومش عاوز اشوفك في حياتنا تاني. وصاحبنا بيجي ساعتها وبياخد منها التليفون بسرعه بس بيلاقي يوهي قفلت. وبعدها صاحبنا بيروح يقابل جيانو اللي بيقول له انا عارف ان اتعصبت عليك لما غلطت في الحفله بس انا عملت كده لاني لما كنت في نيويورك عملت نفس غلطتك بدون قصد وبسبب الموضوع ده جيت اشتغل هنا علشان ما لقيتش حد يديني فرصه هناك تانية وانا دلوقتي حابب اقدم لك فرصه تانية اتفضل. فبيمسك صاحبنا منه الورقه وبيفتحها فبيلاقيها ورقه توصيه منه علشان يخليه يشترك في مسابقه الطبخ الفرنسي. وساعتها صاحبنا بيفرح جدا وبيشكره على الفرصه اللي هو اداها له دي وكمان بيقول له انا مش هخيب ظنك فيا. وبعد كام يوم بتروح الاكس بتاعت جون ليه وبتقول له بعصبيه كده انت ازاي تعمل كده وتشيل بابا من اداره المستشفى. فبيقول لها بغرور انا دلوقتي المدير وكنت برد له اللي عمل فيا لما فسخت خطوبتي معاكي. فبتقول له انت تلاقيك خطبت يوهي علشان علاقات ابوها وكمان بسبب العلاقات دي انت ممكن توصل للي انت عاوزه انت فعلا مش بتحبها. فبيقول لها انا مش بتاع حب والكلام الفاضي ده وزي ما انت فهمتي اني مستعد اعمل اي حاجه علشان اوصل للي انا عاوزه. وبعدها جون بيروح يقابل ابو يوهي وبيقول له انا مش عارف ابعد مو عن بنتك. فبيقول له خلاص انا هبعده بطريقتي انا وبيروح يبعت رجاله يكسروا المطعم بتاع اهل مو وكمان مرات اخوه بتتاذي بسببهم وبياخدوها للمستشفى لكنها بتكون كويسه. وبيتصل عليه جون وبيقول له بسخريه ايه رايك في تهديد والد يوهي وعلى فكره كمان هو هيقدر يعمل اكتر من كده. فصاحبنا بيرد عليه وبيقول له مهما تعمله انا هفضل جنب يوهي وهحميها. وبتكون يوهي ساعتها رايحه مشوار لكن في طريقها بيوقفها رجاله وبيبقوا عاوزين يخطفوها فبتحاول انها تهرب منهم لكنها ما بتعرفش وبياخدوها معاهم في العربيه. وبيكون مو ساعتها عمال يتصل بيها لكنها ما بتردش فبيروح لها وبيشوف الناس وهي بتخطفها لكنه ما بيلحقش ينقذها. وكمان جون بيبقى رايح لها وبيلمحها وهي بتستنجد بيه فبيطلع وراهم بسرعه بالعربيه. وصاحبنا برضه بيفضل يجري وراهم لكنه ما بيعرفش يلحقهم. ويوهي ساعتها بتبقى في العربيه وبتقاوم الرجاله فبيضطروا ان هم يخدروها. وبيقرر مو يروح لاسم الشرطه لكن بيجيله اتصال ولما بيرد بيلاقيه جون اللي بيقول له بسخريه عرفني بقى هتحمي يوهي ازاي دلوقتي. فمو بيقول له اوعى تكون انت السبب في اللي بيحصل لها دلوقتي. فجون بيرد عليه وبيقول
فبتقول له لا ده ابوها اللي عمل كده، وده علشان يبين لها انك ولا حاجه ومش هتقدر تعيشها ولا تحميها. وبيروح جون وبيضرب الرجاله اللي خاطفينها وبينقذها، وطبعا كل ده تمثيل، وكمان بياخدها للبيت وبيقعد يهتم بيها. فبعدها بتقرر ان هما يتجوزوا اخيرا، وبتروح معاه وبيختار لها خاتم الجواز وكمان فستان الفرح. ولما بتروح شركتها بتلاقي خطيبته السابقه هناك، واللي بتقول لها على فكره جون بيضحك عليكي وهيتجوزك علشان خلفيتك وده اللي يثبت. وبتطلع لها ورقه ملكيه للمستشفى وكمان بتسمعها تسجيل بصوته يثبت كلامها. فبتتصدم ساعتها يوهي وبتقرر تروح له المستشفى، وكمان بتاخده علشان تتكلم معاه. وبتقول له مش عاوز تقول لي حاجه قبل الفرح بكره؟ فبيقول لها لا مفيش غير اني مبسوط اننا هنتجوز بكره، وكمان بعتذر منك لازم اقوم علشان عندي عمليه مهمه. فصاحبتنا بتروح عربيتها وبتقعد تعيط، وبيبقى صاحبنا هو كمان قاعد حزين وبيفتكر كلام جيان، وده لما قال له ان يوهي خلاص هتتجوز بكره. وبيبقوا هما الاتنين قاعدين بيفتكروا ذكرياتهم سوا. وبالليل بيروح يقعد في المطعم اللي كانوا بيقعدوا فيه، ولما بيجي يقوم بيلاقيها داخله عليه فبيقعدوا ياكلوا مع بعض. فبتعيط وبتقعد تحكي له عن حقيقه جون اللي هي عرفتها. فبيقول لها انت لازم تروحي لابوكي وتتكلمي معاه لو انت مش عاوزه تكملي. وفعلا هي بتسمع كلامه وبتروح تتكلم مع ابوها، وبتعرفه انها عرفت باتفاقه مع جون. فبيقول لها مش ده اللي كنت بتحبيه وعاوزه تتجوزيه، ايه اللي حصل دلوقتي؟ وكمان الفرح هيتعمل زي ما اتفقنا، ويا ريت ما تحرجنيش بكره قدام الضيوف. فبتبص له وهي متضايقه كده، وبعدين بتسيبه وبتمشي. وبيتصل ابوها على جون علشان يروح لها، وبيفضل جون يرن عليها وهي ما بتردش عليه. ده حتى بيروح لها البيت بس هي برضه ما بتفتحلوش. والتاني يوم بتكون مسابقه الطبخ اللي مشترك فيها مو، وبيجي له جيان علشان يشجعه وبيعرفوا ان فرح يوهي ما اتلغاش. فبيتضايق مو لانه هو عارف انها مش هتبقى سعيده في حياتها معاه، وبيروح عشان المسابقه لكنه ما بيكونش مركز اصلا فيها. وجيان بعدها بيروح عند يوهي اللي بتكون باين عليها ان هي مش مبسوطه، فبيحاول يهون عليها الموضوع. وفي المسابقه بيبقى مو بيحط لمساته الاخيره على الطبق، لكنه بيقرر يسيب المسابقه ويطلع يجري علشان يروح لها. وفي نفس اللحظه بتبقى يوهي ابوها ماسك دراعها علشان يوصلها عند جون، وساعتها هيبداوا مراسم الجواز فعلا. ورغم ان مو خرج من المسابقه لكن بيجي شيف من الحكام وبيدوق الطبق بتاعه. وفي نفس الوقت القس بيسال يوهي لو موافقه انها تتجوز جون، فبتقول له لا انا مش موافقه، وبتجري وبتسيب الفرح وبيتعب ابوها وبيفقد الوعي ساعتها. وفي الوقت ده بيكون مو راح لها وبياخدها وبيجروا، وبيجي جيان بالعربيه وبيخليهم يركبوا لان الحراس بيبقوا بيلاحقوهم. وبيفضل جيان يحاول يهرب بالعربيه منهم، وساعتها صاحبنا بيمسك ايد يوهي علشان يهديها، وبيديلهم جيان فلوس وبيقول لهم لازم تنزلوا تهربوا. وفعلا بينزلوا وبيركبوا محطه القطر، والحراس ما بيلحقوش يمسكوهم. وفي المستشفى بيدخل جون على ابوها اللي بيهدده، وبيقول له لو بنتي ما رجعتش انا هلغي اتفاقنا مع بعض. وصاحبنا مو بيروح عند جدته وبيقرروا يقعدوا هناك لحد ما يلاقوا حل، وكمان هناك بيقعدوا ياكلوا مع بعض عند جدته. لكن للاسف وهم نايمين بيدخل عليهم كيم ومعاه جون، واللي بيقول لها ابوكي في المستشفى وبياخدها معاه. والكيم بيمسك مو علشان ما يخليهوش يلحقهم. وفعلا صاحبتنا بتروح عند ابوها اللي بيقول لها بلاش تتجوزي مو، فبتقول له بس انا بحبه وهكون سعيده معاه. فبيقول لها انت لا بنتي ولا اعرفك، اخرجي وسيبيني. وبيقابلها جون وبياخدها علشان يتكلموا، فبتقول له انا مستحيل ارجع لك. فبيقول لها بس انا بحبك بجد. فبتقوم بصله كده وبعدين بتسيبه وبتمشي. وبعد كام يوم صاحبنا بيروح يقابل جيان، واللي بيعرفه ان هو ما كسبش في المسابقه، لكن الشيف اللي اكل من الطبق بتاعه عاوز يسافر لباريس لمده 2 ويتدرب تحت ايده. فبيفرح صاحبنا جدا لان هو اخيرا حقق حلمه، وبيروح يتكلم مع يوهي وبيعرفها بموضوع سفره. فبتقول له انا عمري ما هقف قدام مستقبلك وهفضل مستنياك لحد ما ترجع. عارفين احنا طبعا اللي بيحصل بعدها، وتلاقي بنتها اللي بتسلم عليه. بهزر طبعا، انا بس بقول على الواقع بتاعنا يعني مش اكتر. وصاحبتنا بتاخده علشان تشتري له ساعه هديه، فبتلاقي الفيزا اتوقفت وبتعرف ان ابوها اللي عمل كده. وبيتصل جون على مو بيطلب يشوفه، ولما بيروح له بيقول له ايه رايك في اللي عمله ابو يوهي فيها؟ فبيرد باستغراب هو عمل ايه اصلا؟ فبيقول له سحب منها صفقات من شركتها وممكن بعد فتره الشركه تتقفل، ده غير البيت والفيزا اللي هيسحبهم منها خلاص، وكل ده بسببك انت. فبيتضايق مو بيقرر ان هو يروح لها، وبيلاقي فعلا ان البيت هياخدوه منها خلاص. وبتقول له هي متضايقه امشي دلوقتي وسيبني لان انا تعبانه ومش قادره اتكلم. وفعلا بيسيبها وهي قاعده بتعيط. والتاني يوم فعلا بيروح المطار علشان يسافر خلاص، وبيودعوا عيلته وبيفضلوا مراقبينه علشان ما يهربش زي المره اللي فاتت. وبتكون صاحبتنا في نفس اللحظه ماسكه شنطتها علشان هتمشي، وبيجي لها مو بيقول لها انا ما اقدرش اسيبك لوحدك. فبتحضنه وبياخدها عند عيلته وبيحاول يقنعهم يخلوها تقعد معاهم لان ملهاش مكان تاني. وبتكون امه رافضه لكن جوزها بيقنعها. وبيجي كيم وبيعرف ان هم رجعوا لبعض، فبيكلم ابوها وبيحكي له، وبياخدها مو علشان يشتروا خواتم ليهم وما بيكونش معاه فلوس تكفي. لكن صاحبتنا بتقدر ظروفه وبتشتري خواتم بسعر قليل. وفي نفس اللحظه بيبقى جون عرف برجوعهم فبيسوق بسرعه وبيعمل حادثه. وبالليل ابوها بيفضل يتصل عليها لحد ما بترد وبيقول لها اللي حصل مع جون، لكن صاحبتنا ما بتهتمش اصلا. بس ساعتها بيسمعها مو بيقول لها انت غلطانه، روحي برضه اطمني عليه. وصاحبتنا فعلا بتسمع كلامه وبتروح وبتعرف من ابوها ان ايد من ايديه اتضررت جامد، وعلشان كده مش هينفع يشتغل طبيب من تاني. وبتحس يوهي انها السبب في اللي حصل له، فبتروح تقابل
تقابل مو وبتقعد تحكي له، وبعدها بتقول له انا هروح اشتري ايس كريم لينا واجيلك، وهو بيستناها بيلاقي طفل قرب منه وبيديله الايس كريم ومعاه الخاتم اللي جابه له علشان جوازهم. ساعتها صاحبنا بيفهم انها انفصلت عنه فبيقعد يعيط، وهي كمان بتعيط في التاكسي اللي هي مشت فيه. وبعدها بنشوفها راحت تجيب جون من المستشفى وبيروحوا عند ابوها اللي بيرحب بيه، وبيبقى مو قاعد حزين فبيجيله جيان وبيقول له ان هو هيسافر بكره نيويورك. فام صاحبنا بقى لما سمعت جيان بتقول له ايه رايك تاخد مو معاك، وده لان هو قاعد مكتئب من بعد انفصاله عن صاحبتك. فصاحبنا بياخده وبيقعدوا يتكلموا وبيوافق مو ان هو يسافر معاه، وبتبقى يوهي قاعده بتتغدى معاهم فبيتصل عليها جيان وبيعرفها بموضوع سفرهم، وبعد ما بتقفل معاه بتبقى رايحه ليهم، لكنها بتسمع ابوها وهو بيقول دي اخر فرصه علشان ترجع يوهي ليك. وبكده صاحبتنا عرفت ان هما بيضحكوا عليها فبتقرر تروح له وهو في المستشفى، وبتلاقي ايده سليمه فبتتصدم وبتروح تقابل ابوها، وبيعرف انها عرفت كل حاجه فبيتعب وبيفقد الوعي وبيدخلوه عمليات، وبيخرج ابوها بيكون كويس فبتروح تشوفه وبيقول لها هو تعبان روحي عند مو ارتبطوا طالما سعادتك هتبقى معاه، وده لاني حسيت اني كنت اناني معاك الفتره اللي فاتت. وهي فعلا ما بتصدق بتقرر تروح له تلحقه قبل ما يسافر، وبتقابل جون اللي بيقرر يوصلها للمطار علشان تلحقه. وصاحبنا ابو بيبقى ساعتها في المطار وبيتمنى انها تجيله المطار ويشوفها لاخر مره وتودعه، وبتروح فعلا المطار وبتفضل تدور عليه لكن ما بتلاقيهوش، وبتحس ان هو خلاص ضاع من ايديها، لكنه بينادي عليها وبنعرف ان هو ما سافرش برضه، وبيجري عليها وبيحضنها وبيرجعوا لبعض من تاني. وهم لحد دلوقتي انهوا المسلسل بتاعنا، فاتمنى ان هم ما يتفرقوش عن بعض ويرجعوا لبعض تاني علشان هم طلعوا عينينا. لو المسلسل عجبك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وبرضه ما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات، واقدر اقول لك دلوقتي مع السلامه.